السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بكم في قناتي وقناتكم. حبي نفسك واهتمي بيها، ولو الفيديو عجبك ما تنسيش الاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. النهارده بقى جايه اكلمكم عن الحنة البلدي وفوائدها بالنسبة للشعر، وازاي ان هي بتقوم على تقوية الشعر وبتمنع تساقطه وبتخلص الشعر من اي بكتيريا موجودة فيه وتساعد على طوله ونعومته. طبعا لو انت عملتي بالطريقه اللي انا هقولك عليها، اولا انت بتجيبي اي حنه بلدي من عند العطار. الحنه البلدي الطبيعيه جدا اللي خاليه من اي مواد كيماويه، اللي هي النبته بتاعه الحنه البلدي، بتجيبيها من عند العطار وبتحطيها في اي طبق انت ما بتستعمليهوش. وهعلمك ازاي ان انت تعمليها بالطريقة الصح اللي هي تديكي اللون الطبيعي الحلو لشعرك، وفي نفس الوقت تديكي ثبات ليه وتخلصك من الشعر الابيض ويتقوي شعرك وتمنع تساقطه. زمان كان جدتنا بيعملوا الحنة ديت علشان خاطر ان الشعر الابيض، وكانوا بيقولوا لنا على فوائده الجميلة، بس احنا ما كناش بنصدقهم. بس الأبحاث العلمية أثبتت فعلا إن الحنة زي ما قالوا لنا جداتنا بتخلص الجسم من السموم، سواء حطيتيها على راسك أو حطيتيها على إيديكي. طبعا دلوقتي انت لو انت عايزة تلوني شعرك بأي لون، سواء أصفر أو ممكن تحطي زهرة البابوينج. بتنقع البابوينج معلقة أو معلقتين في مية وبتغليه وبتسيبيه لحد ما يبرد، وهتعمليه بنفس الطريقة اللي احنا هنعمله بيه. ولو انت عايزاه بني او كيستنائي، بتعملي معلقتين قهوة، بتدوبيهم في مية وبتحطيهم يغلوا على النار وبتسيبيهم لما يبردوا. انا النهاردة هعمله باللون البني. طبعا القهوة اهي. على فكرة الكافيين برضو انا كنت عاملة فيديو ان القهوة مفيدة جدا في ان هي بتكثف الشعر وبتمنع تساقطه. طبعا دي القهوة بعد ما بردت هنبدأ نحطها على الحنة ونقلب. طبعا يا بنات الحنة افضل بكتير البلدي دي من الحنة اللي ليها ماركات زي الجلوري، والحنات اللي فيها الامونيا دي غلط جدا وبتخلي الشعر يبيض قبل اوانه. وعن تجربة والله يا بنات، يعني انا جربت فعلا الجلوري والحنات التانية كلها يعني وكلها مدتها قصيرة جدا وبتطلع وانتي بتتوضي. يعني مجرد ان انتي بتتوضي بتلاقي الحنة كلها طلعت، غير ان هي بتضر الشعر بالمواد الكيماوية. اصلا مفيش شعر يعني مفيش حنة هتصبغ الشعر بالطريقة اللي بسرعة دي كده يعني، فاكيد فيها نسبة كيماويات عالية. بعد ما عجننا الحنة بالقهوة ده بقى شكلها، بنضيف عليهم ربع كوباية من عصير الليمون مع الخل علشان يثبت اللون. طبعا الحنة دي يا بنات بتقعد فترة على الشعر، مش بتقعد نص ساعة زي الحنة التانية اللي هي الفورية ديت اللي بيبقى محطوط لها امونيا ومحطوط لها صبغات، لان دي حاجة طبيعية وبتقعد فترة طويلة جدا على الشعر عشان الشعر يتخلص منها. لو عندك شيب في شعر او عندك تساقط او بتعاني من القشرة او في بكتيريا في شعرك او في اي مشاكل في الشعر، الحنة دي علاج طبيعي سحري. سبحان الله، الحاجات اللي ربنا بيخلقها لنا زرع او حبوب او اي حاجة يعني من صنع الله، دي بتبقى فيها فوائد كتير جدا لينا ولجسمنا. وبنبدأ نقلبهم لحد ما كل المية والعصير الليمون والقهوة يتجانسوا مع بعض. يعني انا بعتذر لكم عن المنظر البشع، يعني طبعا اللي تحت اللي طبعا غرقت الدنيا. وفي الاخر هو ده الخليط.
هنسيبه بتاع ساعتين كده قبل ما نحطه على شعرنا عشان كله يتجانس مع بعضه، وهنرجع لكم تاني. ودي شكل الحنة بعد ما خمرناها 8 ساعات. بنحطها بنبدأ نفردها على فروة شعرنا وعلى الشعر كله الأبيض، بنغطيه وبتغطي الشعر الأبيض كله. وبعد كده بتلبسي كيس بلاستيك والطاقية البونيه وبتربطيه، وبيقعد على الشعر من بالليل لحد بالنهار. وبتبدأي تشطفيه بمية بس، مش مية وصابون. اول يوم بتبدأي تشطفيه بمية بس، ما تدخليش معاه لا شامبو ولا صابون. بتفركيه الاول وبعد كده بتنزلي عليه المية، وبعد كده بتسيبيه تاني يوم تشطفيه زي ما انت عايزة. وكده كان فيديو النهاردة، ولو الفيديو عجبك ما تنسيش الاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم.